عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير تكونوا على ان شاء الله زوينين. مسخوط الوالدين راه غادي بيا ندير اللقاح ديال كورونا. دعيو معايا دعيو معايا دعيو معايا، ما تضرنيش البرا، رانا كنخاف من البرا. دعيو معايا راه غادي بيا ينتقم مني. غادي بيا ندير اللقاح ديال كورونا. دعيو معايا البنات، دعيو معايا دعيو معايا دعيو معايا، ما تضرنيش البرا يا ربي يا ربي. قربت دعيو معايا، قربت. مسخوط الوالدين هذا غادي بيا وكيعجبها تعاملني الرسم. دعيو معايا دعيو معايا. قالك البنات كورونا طويل. قالك البنات كورونا طويله. المهم انا غادي نجرب وغنقول لكم واش كضر، واش كدير الصاد، واش ما كديرش الصاد. خليكم معايا البنات ودعيو معايا دعيو معايا، ما تضرنيش، رانا كنموت من البرا، كنخاف من الفاكسه بزاف، كنخاف من الفاكسه، كنموت منها البنات. دعيو معايا. المهم غادي نخليكم دابا انا في السيكتور. بيزو موحى عليكم. دعيو معايا يا ربي يا ربي، ما تضرني يا ربي. والله وضراتني البرا، يا تنخرج منك الطيبه والخضره. يا خليتها بك عرفني راه ماشي مغربيه، وانا ضراتني البرا. عول على راسك، غندير لك الحاره في الفم. هو ما عندوش مع الحار وما عندوش مع السيترون. عول على راسك، غنشربك السيترون في القهوه والحار. وانت ما كتجحمو مدق عليا مالك؟ دابا انا وصلت وغادي بيا بحال شي نعجه، والله العظيم الا بحال شي نعجه كيجر فيا. سربي نوضي، سمحوا لي درتي، سربي نوضي زيدي نزلي، انا جي. المهم هي درتها، شفتوها وداروا لي داك اللوان اسورتي. المهم خوتي خواتاتي، دابا انا وصلت دابا للدار. هادشي اللي عطا الله. دابا انا وصلت دابا للدار. بالنسبه للجلبه ديال كورونا، كتحسي براسك بان شي حاجه تزادت جديده في الدم ديالك، كتحسي بالدم ديالك كله يعني تزادت فيه شي حاجه جديده، وكتحسي بانك المهم انا في الاول حسيت براسي بغيت نرجع. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وهي مزيانه. وبالنسبه لينا حنا راه عاطينا الجلبه 3 فوا، يعني 3 ديال المرات. هادشي اللي بغيت نقول، عاطيني الجلبه 3 ديال المرات، يعني نجلب 3 فوا. ايوا هادشي اللي كاين. جلبوا من هنا لغدا غنقول لكم الحاله ديالي كيفاش غتصبح. بالنسبه لي انا الحمد لله ما عنديش. ايوا دابا غادي نوض نجمع شويه الصالون من داكشي ديال الدراري، ونحيد الحوايج ديالي، وغادي نمشي للكوزينه. غادي نبريباري العشاء، نصايب شي المهم غنصايب واحد الكخيب، وغادي نعطيكم لي غوسيط ديالو. يعني غادي بطريقتي في الكخيب، يعني صحي، والطريقه ديالي كتجي زوينه بزاف. خليكم مع لا فيديو وما تمشيو فين. على ما نجمع الصالون ونجمع هاد الصالونجي ديال الصالون حتى هي، ونمشيو للكوزينه. والبنات حنا في الكوزينه غنصايبو الكخيب اللي وعدتكم به. 4 ديال البيضات، 2 فانيل، الفرينه على حسب الخليط، نص كاس ديال زيت الزيتون، السكر والملحه على حسب الخليط، تفاحه واحده كبيره او 2 تفاحات، المهم تفاحه ولا 2 ماشي مشكل. غادي نضيف الخليط كله، غدرتني الكاميرا. غنضيف الخليط كله، ضيفته الزيت، البيض، الملح، السكر، الفانيل، وغنضيف كذلك الفرينه، وغادي نوضعهم في هذا المونينكس، هذا الكاس ديال المونينكس الخلاط الكهربائي، وغادا نخلطهم بحال شي كخيب عادي. زايد فيه غير الزيت البلديه، وغنجي نحك التفاحه على الشكل اللي تكون غليظه، على الجهه الغليظه ديال الحكاكه، باش تجيني هذيك التفاحه مرصوات. دونك بعد ما ساليت الكخيب ديالي، هنا الكخيب عادي زايده فيه نص كاس ديال زيت البلديه او زيت زيتون، ورشه ملح وسكر على حساب الخليط. دونك حكيت التفاحه ديالي، غادي نعاود
الخوي هذا انا عاودت لكم هاد اللقطه هذه باش تركزوا معايا كيفاش كنديروا التفاح باش ندخلوه في الكخيب. هادشي علاش عاودت لكم هاد اللقطه. دونك غادي نشدوا التفاح هكا محكوك ومن نقيو التفاحه ما نقيسوها حتى كنديروا العجين ديالنا في الخلاط الكهربائي يتعجن. عاد نجي التفاحه نحكها باش ما تكحالش ليا التفاحه، لحنتي الا جلست محكوكه كتكحال. دونك الخليط كيكون على هذا الشكل شويه خفيف، وغنجيب المقله ديالي نمسحها بشويه الزيت العاديه، زيت المائده، وغنبدا نوضع فيها كيف ما هكا تدريجيا الكخيب ديالي. ايوا هادشي اللي كاين البنات او الاولاد، يعني راه كلشي كيتبخ. وبغيت المهم بغيت نشارك معكم هاد لي غوسيط هادي. انا ديما كندير هاد لي غوسيط بزاف، يعني كنستعملها مع لي السوب ديال الخضره، كنستعملها للعشاء وكنستعملها كذلك حتى للفطور، وكنستعملها حتى للكوتي. كيف ما راكم تلاحظوا الكخيب هو مختلف، كيبان لكم بحال اللي دايره فيه الخميره، وانا ما واضعاش فيه الخميره، واضعه فيه غير البيض وزيت الزيتون والتفاح كذلك كيف ما شفتوا طريقته. كيجي الكخيب ماشي كخيب معجن، ولا الكخيب كيجي غزال بزاف، كيجي زوين كتشوفوا راه هو منبل وغزال، يعني طريقه غزاله بزاف. ورانا ديجا حاطاها يمكن في الفيديو ديالي في التحت، حاطاها ديال الكخيب، ولكن ما عبرتش لكم الزيت شحال، زيت الزيتون ما عبرتوش. هاد الكخيب ماشي مشكل، اللي كيحب زيت الزيتون راه كيدير فيه حتى كاس، والكميه على حسب سميتو، الكميه ديما كتضاعف. يعني زيت الزيتون الوليدات، بالنسبه للوليدات كياكلوا التفاح وكياكلوا كيتناولوا التفاح وكيتناولوا كذلك زيت الزيتون، يعني بلا ما يحسوا. زيت الزيتون والتفاح بلا ما يحسوا هما كيتناولوا زيت الزيتون والتفاح. دونك هذا هو الشكل ديالو. وميرسي بوكو البنات على المشاهده، كنشكركم بزاف، ونتمنى يميل الاعجاب ديالكم هذه الطريقه ديال الكخيب، ونتمنى تكونوا قصرتوا معايا شويه على الفاكسه ديال الكورونا. والمهم الانسان خصو يدير هذه الفاكسه هذه. ميرسي بوكو، شكرا لكم، بيزو.